في البارت الاول اتعرفنا على اهم موقفين موجودين في القاهرة، موقف السلام ورمسيس. النهارده هنتعرف على احد اهم الشوارع اللي موجودة في القاهرة، شريان من شرايين القاهرة، شارع جسر السويس. بدايته شرقا هي بداية القاهرة، ونهايته غربا هي نهاية القاهرة. بيقسمها نصين حرفيا، من ناحية السلام، المطرية وعين شمس، القبة وشبرا، ومن الناحية التانية النزهة ومصر الجديدة وشوية من مدينة نصر والعباسية ورمسيس ووسط البلد، يعني حرفيا في النص. أول موقف فيه هو موقف العاشر، واللي منه بتقدر تتحرك على الطريق الدائري، واللي عليه المحطة المركزية للمترو محطة عدلي منصور. ده شرقا. غربا بينتهي بموقف رمسيس أو محطة المترو الشهداء، ومحطات سير مميزة جدا ومهمة كتير. زي ما قلنا بيبدأ بموقف العاشر، بعدين الهايك ستيب أو الجمال، النزهة وألف مسكن، كوبري التجنيد أو حلمية الزيتون، الميريلاند، كوبري القبة أو روكسي، والعباسية ورمسيس. يعني وين ما تعوز تروح بتروح. وفي 4 مواقف هم تقريبا من أهم المواقف اللي موجودة برضو في القاهرة: موقف العاشر، ألف مسكن، والعباسية، وموقف رمسيس. وفي أول 8 محطات مترو من الخط الثالث، بيبدأ من عدلي منصور وبتنتهي بألف مسكن، وبرضو بيبقى موازي لبعض محطات المترو الخط الأول زي الدمرداش، غمرة، والشهداء. فيعني جسر السويس حرفيا شريان يوصلك وين ما تعوز، بس كده.